في يوم من الايام كان عندي اجتماع ويا حجي قاسم الله يرحمه. هاي اول مره ما احكيها. حجي قاسم خلص الاجتماع طلع وقال لي اريدك. قلت له يا حجي تفضل. قال روح على خميس الخنجر. قلت له وين اروح عليه؟ انا ما اعرفه. ما اعرفه والله ما اعرفه. قال ما اعرف دور عليه. وكان هارب؟ اي ما كان بقطر. كان خارج قطر؟ بقطر. قال روح جيبه وتعال. خرج على العراق. قلت له حجي شنو الفكره يعني من الموضوع؟ قال لا يرجع للعراق افضل ما يظل برا ويحكي علينا. يعني على العراقيين يقصد هو. طبعا. فمن يجي خلينا ندمج بالعمليه السياسيه بشكل او باخر. وانا ابلغ ذاك الوقت كان مصطفى الكاظمي رئيس مخابرات. زين. انا حبلغ المصطفى يستقبلوه بس انت رتب وياه. صدق ورجع لبنان الرجل وهم استقبلوا جماعه حزب من الطياره. وقعدنا يومين وبعدين قرر يرجع للعراق ورجع للعراق. قعدت ويا الخنجر؟ اي نعم. يعني اساس رجعه الخنجر هو قعدتك وياه؟ اي بتكليف من حجي قاسم. والتكليف من حجي قاسم. صحيح. زين شو اشترط عليك؟ شو اشترط عليه؟ ما انا ما لي علاقه، انا كانت مهمتي واضحه. انه يرجع للعراق. بعد هو تفاوض ويا المخابرات، تفاوض بذاك الوقت ويا رئاسه الوزراء، دار مدار انا مو طرف به ابدا. منو اللي استلمه من وراك؟ من هو؟ اللي استلمه كان ابو جهاد همين في ذاك الوقت. لا كانت حكومه الدكتور عادل المهدي. عادل المهدي. نعم. اي ما حد استلموه الشيعه همين جوي ورحبوا به وقعدوا وياه وصار كانه شيء لم يكن. هاي الحق. لا يا ولد لك، لا يا ولد الكلاب، لا يا انذال، لا يا رخيصين. لكم كل هاي الوضاعه، كل هاي الدونيه، تتهموننا عملاء، تتهموننا نتآمر على بلدنا على شعبنا. اكو خسه اكثر من هاي مثلا؟ يجر بيكم قاسم مثل الكلاب، وين ما يهدكم ترحون. هدكم علينا وفتكتوا بينا، كتلتوا ابناء البلد، خيره ابناء البلد، خيره ابناء البلد، كتلتوهم جطلتوهم بالشوارع حتى يرضى عليكم الحج وابوه. انتوا امناء على هذا الشعب، على هاي الامه، على هذا البلد. دا الامانه، دانا، دا ساعه السوداء. ودكم اكو اكثر قذاره ووضاعه اكثر من هذا الشيء. تدرون انتم تشبهون هذا المازوخي اللي مرته تكفخ بيه، تقومه بنعال وتقعده بقندره، اللي مرته تتفنن باهانته، ومن يطلع بالشارع يتظاهر هو خوش زلمه وخوشي وبايع ومخلص ويهمش هذا ويطق ذاك ويعلس هذا ويكتب تقرير على ذاك. انتم بالضبط هذا النوع من الذكور. ويدكم شباب انطحنا تسوى روسكم يا بلاروس، يا عفنين، يا رخاص. وبالنسبه لجماعه خميس اللي يشوفونه قائد وزعيم ما ادري شنو، ترى خميس ما يقل وضاعه او رخص عن ذولا. اذا ذولا رخاص فهو ارخص من عندهم، لانه اجى زنجيل قاسم برقبته ويجرجرون بيه ذولا اللي هم ذيول قاسم، فهو اجى صار ديل لذيول قاسم. أسفي والله، أسفي على بلد عظيم بعظمة العراق يخضعوا هذول. والله ما أدري، أعتذر لكل الأوصاف اللي وصفتهم بها والله.